سورة الأنفال مدنية. من مقاصد السورة الامتنان على المؤمنين بنصر الله لهم في بدر وبيان سنن النصر والهزيمة. التفسير: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. يسألك أصحابك أيها الرسول عن الغنائم كيف قسمتها وعلى من تكون القسمة. قل أيها الرسول مجيبا سؤالهم: الغنائم لله ورسوله، وحكمها لله ولرسوله في التصرف والتوزيع، فما عليكم إلا الانقياد والاستسلام. فاتقوا الله أيها المؤمنون بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأصلحوا ما بينكم من التقاطع والتدابر بالتواد والتواصل وحسن الخلق والعفو، والزموا طاعة الله وطاعة رسوله إن كنتم مؤمنين حقا، لأن الإيمان يبعث على الطاعة والبعد عن المعصية. وكان هذا السؤال بعد وقعة بدر. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إنما المؤمنون حقا الذين إذا ذكر الله سبحانه وتعالى خافت قلوبهم، فانساقت قلوبهم وأبدانهم للطاعة، وإذا قرأت عليهم آيات الله تدبروها فازدادوا إيمانا إلى إيمانهم، وعلى ربهم وحده يعتمدون في جلب مصالحهم ودفع مفاسدهم. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يداومون على أداء الصلاة بصفتها التامة في أوقاتها، ومما رزقناهم يخرجون النفقات الواجبة والمستحبة. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أولئك المتصفون بتلك الصفات هم المؤمنون حقا، لجمعهم بين خصال الإيمان والإسلام الظاهرة، وجزاؤهم منازل عالية عند ربهم ومغفرة لذنوبهم ورزق كريم، وهو ما أعده الله لهم من النعيم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. كما أن الله سبحانه وتعالى انتزع منكم قسمة الغنائم بعد اختلافكم في قسمتها وتنازعكم فيها، وجعلها إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، كذلك أمرك ربك أيها الرسول بالخروج من المدينة للقاء المشركين بوحي أنزله عليك مع كراهة طائفة من المؤمنين لذلك. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. تجادلك أيها الرسول هذه الطائفة من المؤمنين في قتال المشركين بعدما اتضح لهم أنه واقع، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون إليه عيانا، وذلك لشدة كراهتهم للخروج للقتال، لأنهم لم يأخذوا له أهبته ولم يعدوا له عدته. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. واذكروا أيها المؤمنون المجادلون إذ يعدكم الله أنه سيكون لكم الظفر بإحدى طائفتي المشركين، وهي إما العير وما تحمله من أموال فتأخذونه غنيمة، وإما النفير فتقاتلونهم وتنصرون عليهم، وتحبون أنتم أن تظفروا بالعير لسهولة الاستيلاء عليها ويسره دون قتال، ويريد الله أن يحق الحق بأمركم بالقتال
لتقتلوا صناديد المشركين وتأسروا كثيرا منهم حتى تظهر قوة الإسلام، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ليحق الله الحق بإظهار الإسلام وأهله، وذلك بما يظهره من الشواهد على صدقه، وليبطل سبحانه الباطل بما يظهر من البراهين على بطلانه، ولو كره المشركون ذلك فالله مظهره.